اهلا بيكم على قناة البورصاجي. الفيديو ده هيبقى الفيديو التحليلي لليو اس 30. وزي ما انتم متعودين معايا كده قبل اي اسبوع تريدنج انا بقعد القعدة بتاعت الويكلي اناليسز، بحلل الاسبوع بتاعي علشان احط الكي ليفلز اللي انا شايفها، واشوف عندها البرايس على الهاي تايم فريم واللو تايم فريم هيعمل ايه، علشان لو نخش صفقات نخشها ازاي بصفقة تكون على الاقل مضمونة انها ماشية في الاتجاه او البايس بتاع الويكلي او الديلي. ده الاوبجيكتيف او ده الهدف الرئيسي من الفيديو ده، نعمل تكنيكال اناليسز انكلودنج الويكلي الاسبوعي واليومي والوان اور، علشان نحط الكي ليفلز بتاعت كل برايس، البرايس اكشن بتاعت اليو اس 30 او اليو اس ستوكس عامه، ونشوف البرايس ازاي بيأكت على الكي ليفلز دي. بس قبل ما نخش في التكنيكال اناليسز، مستغرب قوي من الناس اللي بتقعد ما تشيرش كونتنت زي ده بصراحة. يعني عايز اتكلم في الموضوع ده بصراحة، عشان انا كنت ايه يعني شايل في نفسي شوية. أم، بصوا يا جماعة، هو انا بعمل ده ليه؟ هو انا بعمل الفيديوهات دي ليه؟ على فكرة انا يعني ما بسألش على اي فلوس، ولا بقول لك اشترك معايا في القناة، ولا بقول لك ادفع لي منتور شيب، ولا ادفع لي كورس مش عارف بكام دولار. انا فور فري، حاطه على اليوتيوب فور فري، بديك نتائج سنين خبرات في التريدينج، وغلطات الواحد اتعلمها واتعلم منها وقع فيها ببلاش. طيب وانا استفاد ايه؟ استفاد ان انت لازم تعمل بقى الجزء بتاعك، انك تذاكر، انك تجتهد وتشوف المعلومات دي صح ولا المعلومات دي غلط، وتقارن وتستدي وتذاكر السيت ابس وتذاكر الاناليسيس بتاعتك، تشوف انت لما بتعمل اناليسيس بتبقى شكلها عامل ازاي، بتشوف الكي ليفلز وتعمل ترجع تعمل باك تيست. هو انت بتعمل كل ده ليه؟ بتعمل كل ده ليه؟ علشان تعمل فلوس، ببساطة شديدة يعني. يعني هو الهدف من كل ده ازاي تتعلم تعمل فلوس. في واحد في العالم اهو بيعلمك ازاي تقدر تعمل فلوس، وبيقول لك ما تاخدش كلامي ثقة، افتح بنفسك الشارت وافتح بنفسك على كل تايم فريم احنا شغالين فيه، وروح شوفه بنفسك، روح شوف الكلام ده صح ولا لا. والله لو صح تمام اديك هتعمل فلوس، والله لو غلط خلاص ما تشتركش في القناة، اشتمني عادي. يعني انا مش فاهم ليه الناس آه، بالنسبة لها الموضوع يعني معقد يعني. الموضوع سهل وبسيط يا جماعة. انت ممكن تعمل فلوس من طرق كتير، ودي طريقة ممكن تعمل منها فلوس من ضمن الطرق الكتير، على فكرة انا معترف بده. في طرق كتير، بس دي طريقة مش هقول لك اسهل طريقة، بس دي طريقة محتاجة انك مفيش طريقة هتعمل منها فلوس تبقى سهلة، عشان تبقى فاهم. بس يعني اي حد عنده العقلية ان انا هبقى غني تاني يوم، او هعمل فلوس بتاني يوم، او في خلال 6 شهور واديك كورس 6 شهور، صدقني النهاية مش هتبقى حلوة خالص. وده عن تجربة سنين وعن تجربة ناس تانية، مش تجربتي أنا بس. فاللي أنا عايز أقوله ركز واستفاد، استفاد حتى ب10% من الكلام اللي أنا بقوله، واستفاد من غيري واستفاد من غيري ومن غيري، وكون لك أنت رؤية خاصة بيك. بس اعمل حاجة، اعمل حاجة. الظروف اللي احنا فيها في العالم دلوقتي مش أحسن حاجة، والظروف اللي في مصر برضو مش أحسن حاجة. محتاج إنك ما تعتمدش على مصدر واحد بس. أنا بحاول أديك مصدر تاني للفلوس. كل اللي محتاجه منك انك تجتهد وتركز، وانك تشوف الفيديو مرة واثنين وثلاثة، وترجع على الشارت بتاعك وتشوف وتحاول تحلل الكلام ده صح ولا غلط، الموديل اللي انا بديها لك شغالة ولا مش شغالة. بس هو ده اللي انا عايزه. على فكرة انا مش هستفاد اي حاجة، على فكرة انت مش هتدي، يعني انا ما طلبتش منك اي فلوس، مش طالب من اي حد اي فلوس. يعني ما بقولكش كل ده عشان تاخد بقى الكورس بتاعي والكلام اللي انت بتشوفه على السوشيال ميديا ده. انا مش طالب اي حاجه، عايزك بس الحاجات اللي انا بقولك عليها ترجع تشوفها، ارجع استدي، اعمل باك تيست. الاناليسز اللي احنا بنعمله ويكلي ده، ارجع شوف الفيديوهات. انا بعمل اناليسز على فكره كل اسبوع، شوف الاناليسز بتاعي صح ولا غلط، بقول كلام فعلا البرايس بعد كده بيحترمه ولا لا. هو كل ده عشان ايه؟ ما هو كل ده عشان تستفاد، اللي بيسمع الفيديو يستفاد، اللي بيشير الفيديو يستفاد، اللي دخل تريدنج وخسر مره واثنين وثلاثه، واللي ضيع كل فلوسه على استفاد. بدل ما تضيع فلوسك استفاد، فيد غيرك، شير فيديو مع حد فعلا انت شايفه بيعافر وبيستراجل في موضوع التريدنج ومش عارف يعمل ايه. بلاش.
انت هتشيره ببلاش، مش هتدفع فلوس. يعني انا مستغرب قوي البني ادمين، او بستغرب بالذات في المجال ده. هيجي حد يقول لك انا هديك كورس ازاي تعمل 100,000 دولار في 6 شهور، وهعمل لك الكورس ب50، الناس كلها هتدفع $50 في الشهر، الناس كلها هتدفع، انا متاكد. يعني هيلاقي على الاقل كده 500 واحد يدفعوا له ال $50 اللي هو عايزها، ويعمل بيزنس حلو جدا. والله اعلم بقى كلامه فارغ ولا مش فارغ، أنا مش عايز احكم على حد، بس انا اقصد ليه بتتجاهل المعلومه اللي ممكن تفيدك فعلا وببلاش؟ ومش بقول لك خدها ثقه، بقول لك خدها وروح شوفها. ارجع واعمل، ما هو انت لازم تعمل مجهود، ما فيش حاجه هتجيلك وانت قاعد. تعمل مجهود ده يعني ايه؟ تاخد المعلومه مني، تشوف الفيديو، تراجع، تعمل باك تيست، تشوف الحاجات دي شغاله صح ولا غلط. عندك التريدنج فيو في حاجه اسمها ريبلاي، يعني ممكن تشوف التريدر لو انت في نفس لو الصفقه، لو انت في نفس الزمن ده هتدخلها منين وتطلعها منين. ده واحد واخد الموضوع جد وعايز يعمل فلوس فعلا. فانا مش هطول عليكم في الموضوع ده، انا هرجع للويكلي اناليسيس بتاعنا، التحليل الاسبوعي بتاع اليوس 30، ونشوف البرايس ممكن يروح فين. زي ما انا قلت لكم قبل كده، هي الشمعة بتاعت الاسبوع. بيبقى قدامك اختيارين، يا اما هتتمدد لفوق يا اما هتتمدد لتحت. طبعا ده بناء على ايه؟ بناء على الدiscussion او الاناليسيز اللي احنا بنعملها دلوقتي، التحليل بتاعنا. تمام. هنستخدم الديلينج رينج ده. الديلينج رينج اللي انتوا شايفينه قدامكم ده اسمه ديلينج رينج. زي ما انتم شايفين البرايس طلع، ده على الويكلي على فكره يا جماعه، شغالين على الويكلي، على الويكلي اناليسيس، ده الشارت الاسبوعي. الشارت هانت هنا الباي سايد ليكويديتي، وهانت هنا السيل سايد ليكويديتي. بقى ده بالنسبه لي اسمه ديلينج رينج، بقى رينج كامل للسعر. بروح عامل الديلينج رينج بتاعي كده. تمام. وبشوف ايه الايكوليبريم، دي منطقه الايكوليبريم. وطبعا زي ما قلت لكم البرايس بيحب دايما يرجع للمنطقه دي قبل ما يحب ياخد اتجاه. لو احنا طبعا بنتكلم ان السيزون تندنسي ده طبعا بتاعت اليو اس 30 او اليو اس عامه او اليو اس ستوكس في حاله هبوط، فهو طبعا ما بيمشيهاش مره واحده. يعني لو اسبوعين نزلوا كده لازم يعمل اعاده تصحيح للسعر. فيعمل لي اعاده تصحيح فين؟ دايما عند المنطقه دي، منطقه الايكوليبريم. ودايما المنطقه دي بتستنى فيها ايه؟ بتستنى فيها جابس زي دي. اللي شاف الفيديوهات اللي فاتت انا قلت لكم ان المنطقه دي احلى منطقه ممكن تشتري منها، سوري، تبيع فيها اليو اس 30، او يعني تخش صفقات سيل من هنا. هنشيل دي دلوقتي. ودلوقتي احنا كان عندنا منطقتين. المنطقه التانيه اللي هي تحت الايكوليبريم، تحت منطقه الايكوليبريم، ده اللي اسم الفير فاليو جاب الاولانيه. وزي ما انتم شايفين الفير فاليو جاب واخترقها ازاي، وعدى منطقه الايكوليبريم وطالع. هيكمل غالبا هنا. ده البروبابيلتي او الاحتماليه ان البرايس يروح للحته دي اكتر. هيعمل ايه؟ هيطلع للحته دي يعمل ايه؟ يعمل اعاده تسعير. يعمل اعاده تسعير وبعد كده ياخد اتجاه النزول. ده بتاع تحليل الاسبوعي. وبما اننا حاليا يعني على الويكلي احنا عدينا منطقه الكوليبريم وعدينا الفير فاليو جاب، فاحنا موست بروبلي طالعين على الفير فاليو جاب على الويكلي. تعال ننزل على الديلي ونشوف المنظر على الشمعة الديلي هيبقى عامل ازاي. زي ما قلت لكم هنا، زي شايفين البرايس راح هانت الباي سايد ليكويديتي قبل ما ينزل، ونزل هانت هنا السيل سايد ليكويديتي. وبعد كده طلع لفير فاليو جاب، رد منها، وبعد كده طلع اخترقها. وبعد ما اخترقها قاعد مستني عند الايكوليبريم. مستني ايه عند الايكوليبريم؟ بيعمل اكيوميليشن هنا علشان نشوف المنطقه دي هتبقى منطقه بس، هتبقى منطقه دعم ولا منطقه مقاومه. تمام. بنستخدم الفير فاليو جاب على انها دعم او مقاومه. بس انا عايزك تاخد بالك برضو ان في هنا فوليوم امبالانس. يعني ايه فوليوم امبالانس؟ انا اتكلمت في الحته دي قبل كده وحابب اتكلم فيها تاني علشان الناس اللي ما حضرتش الفيديوهات اللي قبل كده. آه، دي منطقه في الشارت كده ما بيبقاش فيها شمعه، فيها وكايه بس ما فيهاش شمعه. دي دي بتبقى منطقه زي بتتعامل طبعا معامله الفير فاليو جاب، بس منطقه اتراكتيف قوي للسعر انه يطلع يريبرايس عندها. البرايس ما بيحبش يسيب الجابس دي مفتوحه كده.
فاحنا لو بنتكلم في الاسبوع ده او النهارده، امبارح يوم الاثنين زي ما انتم شايفين، بص يوم الاثنين شايفين الدقه بقى يا جماعه، الحاجات دي بقى بتفرق معايا جدا. اللي يوم الاثنين فتح عند الاكوليبيوم بالظبط، نزل يا دوبك لمس الفير فاليو جاب اللي على الويكلي، طلع عدى الاكوليبيوم. النهارده يوم الثلاثاء اهو، عدى طبعا الهاي بتاعت اليوم اللي قبليه، بس لسه طبعا الويكلي لسه فيه، لسه الثلاث والاربع والخميس والجمعه كمان. فهنشوف هل برايس هيبقى عايز يطلعها وان شوت، ولا ممكن يرجع يسند هنا تاني، لان هنا دي برضو منطقه. آه هي طبعا في اول كاية، بس منطقه فوليوم امبالانس. منطقه فوليوم امبالانس دي على فكره يا جماعه برضو زي ما قلت لكم هنا هتبقى ممكن اتراكتيف للبرايس جدا، ان هو ينزل يعمل مثلا وكايه، ينزل يعمل وكايه هنا يغطي الجاب دي وبعد كده يروح طالع، او هيطلعها على طول. ده اللي هيحدده الاسبوع ده، هنشوف الدنيا هتمشي في ازاي. بما ان يوم الاثنين كان امبارح كان فيري بولش بالنسبه لليو اس 30، النهارده برضو شكله بولش، فغالبا احنا يا اما هنطلع نري برايس هنا الاول في الفير فاليو جاب على الويكلي او الفوليوم امبالانس هنا، وبعد كده ناخد اتجاه هبوط. ننزل على ال1 اور. طبعا على ال1 اور المنظر يقول لك ان احنا في حالة صعود آه قوية جدا. طبعا دي الحاجات اللي انا كنت عامل لها قبل كده يعني، اللابستكس بتاعتنا. شايفين الخطين السود دول، خطين السود دول هم دول الفوليوم امبالانس اللي على الديلي اللي انا حاططهم. تمام، بس انا عايز اوريك حتى على الوان اور البرايس ازاي بيعدي الفير فاليو جاب. بص اول ما بيخش على فير فاليو جاب طلع، بيخترقها مره واحده في ساعه واحده. بص وان شوت، ممكن ينزل ريبرايس تاني هنا، وبعد كده عداها طلع للايكوليبريم وطلع سنة تاني. شايفين ده يوم الاثنين امبارح، accumulation manipulation distribution هنا، AMD accumulation هنا، manipulation طلع، distribution نزل، هانت الناس اللي حط سعر وسند على الفير فاليو جاب، وبعد ما سند على الفير فاليو جاب كمل طلوع. فده يدينا انديكيشن ان احنا لسه عايزين نروح للحته دي. مفيش اي كسره ماركت ستراكشر لغايه دلوقتي، يعني مفيش اي حاجه حصلت تكسر الماركت ستراكشر. يعني ايه اقصد بكسره ماركت ستراكشر؟ اقصد بكسره ماركت ستراكشر ان في ساعه او شمعه، بما اننا عدي على الشرط الساعه، نزلت كسرت لي كل ده. يعني لازم تنزل ساعه كده شمعه واحده تكسر لي كل ده، هنا هقدر اقول لك هنا ممكن يبقى في شيفت في الماركت ستراكشر. بس لغايه دلوقتي هو ما حصلش، فطالما ما حصلش يبقى انا عندي ده البروبابيلتي ده. فانت بتعمل كل الاناليسيس دي ليه؟ علشان تعرف نمره واحد اللي انت هنا شغال في منطقه الايكوليبريم. فدي منطقه مهمه جدا، ان البرايس دايما بيحاول يروح لها بعد اي ديلينج رينج، وبعد ما يروح لها بيبحث عن مناطق فير فاليو جاب زي دي علشان يعمل اعاده تسعير ويبتدي ياخد اتجاه. وبما اننا في الاسبوع ده لسه في اول الاسبوع، او يعني في تاني يوم في بدايه الاسبوع التريدنج، فممكن الاثنين ادانا انديكيشن ان احنا لسه بولش، والثلاث لسه مدينا برضه انديكيشن لسه نيويورك ما فتحتش. فغالبا احنا برضه في الاتجاه الصعود. فيبقى انت كده لما تيجي تخش صفقاتك، يبقى بتخش صفقاتك واخد الترند بتاعك صعود. مفيش حاجه حصلت حتى على 1 اور تقول لك ان احنا نازلين يعني. عدينا الاكوليبريم وسلمنا على الفير فاليو جاب بتاعت الاسبوع، فمتارجتين اكيد الحته دي. فانت لما تيجي تخش صفقه هيبقى هتنزل كده على اللو تايم فريم مثلا. هوريكم بقى الواحد لما بيجي يخش صفقه بيستنى ايه الحاجات اللي يستناها يعني. الحاجات اللي يستناها زي ايه مثلا؟ يعني هديكم مثال. طبعا هنا شايفين هنا مثلا لو البرايس ده ديلينج رينج احنا بنتكلم فيه، البرايس نزل هنا ما كسرش لسه السيل سايد، خلي بالك ان كل ده اكيوميليشن. كل ده اكيوميليشن، ممكن يكون ده المانيبيوليشن، وهيحصل ديستريبيوشن لتحت على ال5 مينتس. انا كل ده بتكلم على 5 مينتس، ينزل ديستريبيوشن لتحت فين؟ يعمل لي البرايس هنا في الفير فاليو جاب دي. شايفين ممكن يعمل في البرايس في الفير فاليو جاب دي. لو انا ساعه الاوبننج برايس بتاع اليو اس لقيته في الحته دي، انا ممكن اخش صفقه باي. انا الاتجاه بتاعي باي، عايز اطلع. فدي منطقه ممكن استنى فيها السعر مثلا على الفايف مينتس. طبعا التحليل بتاع اليو اس 30، اللي محتاج اي حاجه يكتب لي في التعليقات. بشكركم والى اللقاء.